السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ نور. نتمنى كامل تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله راح نحضروا اروع شارك معسل ومنقوش. تقدروا تحضروه في اي مناسبه، يجي معسل تقدميه مع لاتاي ولا قهوه حليب. هاد الوصفه من اروع الوصفات اللي ممكن تحضريها والبنه مضمونه 100%. نروح نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه نحضر العجينه اللي نحتاج فيها 3 كيلات ممسوحين فارينه. انا استعملت هذا الكاس، والفارينة كنت غربلتها من قبل. راح نزيد عليها 2 مغارف كبار سكر ناعم، مع مغرفة صغيرة لافاني، وعندي هنا قرصة ملح. نخلط النواشف مع بعض وندير حفرة في الوسط، وهنا نضيف حبة بيض كاملة، ودوك نزيد كاس مارغرين ذايبة وباردة. والكيل اللي كيلت به الفارينة راح نكمل نكيل به المارغرين. نضيف ايضا على راس المغرف خميره كيميائيه. هنا الخميره ديروا غير شويه باش الشكل تاع الشارك ما يتخسرلكمش. نخلط هاد المكونات مع بعض، نبسس الفارينه مليح، ونطم العجينه بالماء والماء زهر. هنا راني في الاول استعملت كاس اتاي عمرته بالماء زهر وحده، ونطم العجينه. اذا شدتها مخصوصا نكمل نطمها بالماء حتى نتحصل على عجينه طريه. هنا راني كملت كامل هذيك الكميه تاع الماء زهر، وراني غير نشرب فيه مانيش نعجن. ودوك نبدا نزيد الماء غير بشويه حتى نحس بلي هذه العجينه صاي دات حقها تاع الماء. العجينه لازم تكون طريه كيما تاع الشارك العريان ولا الشارك المسكر. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. دوك هنا نحطها في ساشي ونخليها ترتاح ما بد ما نجي نوجد الحشو. في الحشو نحتاجو 3 كيلات كاوكاو محمص ومرحي، ولا استعملوا لوز ولا حتى الغرس. انا هنا راني درت كاوكاو. نزيد عليه نص كيلة تاع السكر. وهنا الكاوكاو ما نرحوش خشين، نرحيه متوسط، ونخلط هاد المقادير الجافة نعاود نرحيهم. كملاحظة نعطيها لكم، الكاوكاو كي تحمصوه لازم يتحمص على بياض، ما تحمصوهش مليح، لانه كي تحمصوه مليح هذاك الكاوكاو راح يخرج لكم الزيت. بعد الطياب راح تلقاو الحشو ناشف يجيكم يابس. وعلى هذا باش نحافظوا على القوام تاع الكاوكاو ونحافظوا على البنه تاعو لازم يتحمص على بياض. هنا راني زدت له مغرفه كبيره مارغرين، ضروري نضيفها باه الحشو ما يجيش يابس. وجبت هنا مغرفه مليحه تاع مبشور القارص، كما تقدروا تعوضوها بمغرفه صغيره تاع القرفه. كما تعرفوا الحلويات التقليديه يا نديروا فيها قارص يا نديروا فيها القرفه. وجبت هنا ماء الزهر ونبدا نطم في الحشو، نحطه غير بشويه، ولازم نجريه شويه لانه راح نخليه يرتاح، وبعد فتره تلقاه يشد روحه وزاد شرب الماء. ونحاول نعجنه شويه حتى نحس هذاك الحشو داب كامل، باه كي نطيبوه يقعد طري لاطول مده. ودوك نجيب ميزان، وزنت الحشو 15 غرام والعجينه 35 غرام. نحط شويه فارينه على طاوله العمل، ونحل بالحلال بسمك شويه رقيق. هنا نسويها مليح. راني عطيتها شكل مربع، من الجهه الفوقانيه راح نرققها مليح. من بعد جبت الحشو نشكله حربوش. هنا راني شكلته حربوش رقيق في الاطراف، وفي الوسط خليته شويه خشين. نحطه في الطرف ونرولي الحبه ونسويها نشكل حبه تاع الشارك. راني غلقتها من الجانبين، ودوكا نبدا نخدم فيها. راح نرققها في الاطراف، وفي الوسط نخليها شويه عاليه كيما الحبه تاع الشارك. نحطها جانبا، وكي نكمل نشكل كامل الكميه اللي عندي نبدا ننقش.
هنا حطيت الحبه تاع الشراك فوق الكوبات هنا باش تساعدني. النقاش تاعي من داك نغطسو هكا في الفارينه باش ما يلصقليش في العجينه، وراني ننقش فيه بهذه الطريقه. هنا كي نكمل حبة نزيد واحدة أخرى ونحطها جانبا، نخليها تنشف حوالي ساعة باه تحافظ على الشكل وما يفسدش النقش في الطياب. شوفوا الشكل شحال جا شباب. ودوك نحطها طيب على 160 درجة في فرن كنت شعلته يسخن 20 دقيقة من قبل. كي نشوفها بدات تاخذ لون دوغي خفيف من التحت نزيد نشعل عليها من الفوق ونحمرها غير شوية، يعني نعطيها تحميرة خفيفة ما تخلوهاش طيب بزاف. وبعد ما طابت الحلوة جبت العسيلة دفيتها شوية، نضيف عليها مغرفة كبيرة ماء زهر ونخلطهم هكا مليح حتى يمتزجوا لي مع بعض. نعسل الشراك وقد ما خليتوه في العسل يكون احسن. وهنا بعد ما نحيه من العسيلة مباشرة نرش عليه فو بيستاش، نزينه بفو بيستاش ولا بيستاش على حسب الامكانيات تاعكم. نضيف عليه شوية تاع ورد الشوش ويبقى التزيين اختياري. وهنا الحلوة تاعنا راهي واجدة شكلا ومذاقا، شارك معسل ومنقوش يذوب في اليد قبل الفم، وعلى بالي راح يعجبكم بالبزاف. راح نقسم معاكم حبة باش تشوفوا شحال يجي طري وهشيش، والبنة ما نحكي لكمش. نتمنى تجربوها وتعجبكم الوصفة تاع اليوم، وإلا جربتوها خلوا لي رايكم في التعليقات. وصلنا لنهاية الفيديو تاع اليوم، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم والسلام عليكم.